السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معنا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. عملنا الفيديو اللي فات كيكة البرتقال، وقلنا كل الاسرار والتركات المهمة اللي لازم تعرفيها عشان تطلع معاكي الكيكة هشة وخفيفة، وطريقة التسوية وكل حاجة خاصة بكيكة البرتقال عشان تطلع معاكي ناجحة لو اول مرة تعمليها. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السهلة البسيطة بأقل المقادير، وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. لو محتاجة كيكة شوكولاتة تزينيها لأي وصفة معينة هتعملي الوصفة دي. هنقول مع بعض المقادير بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف لو حابين تاخدوها سكرين، وهي كمان انا كاتباها على الشاشة. ممكن تثبتي المقادير وكمان تكتبيها وتمشي معايا بالخطوات. اهم حاجة عندي تمشي معايا بالمقادير المظبوطة، وان شاء الله تطلع معاكي في منتهى الجمال. مبدئيا معايا 3 بيضات، عليهم ذرة من الفانيليا وعليهم ذرة من الملح وعليهم معلقة كبيرة من الخل. دول اساسي معانا في وصفة الكيكة. تاني حاجة معايا انا هعمل 5 كوبايات من الدقيق، هحتاج عليهم كوبايتين من الزيت، هحتاج كوبايتين ونص من السكر، سكر الحبيبات العادي. هحتاج معايا باكوين من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الكيك شيف، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، معايا ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو او بيكربوناتو الصودا. دي مادة رافعة معانا، بترفع مع البيكنج باودر والكيك شيف عشان تطلع معاكي كيكه الشوكولاته هشه وخفيفه وطعمها في منتهى جمال. وكمان معايا الزبادي، شيء اساسي معايا في كيكه الشوكولاته علشان تخلي معاكي الكيكه كده رطبه وطريه وكمان هشه وخفيفه جدا. امشي معايا بالمقادير دي وان شاء الله هتطلع معاكي المقادير مظبوطه وطعم كيكه الشوكولاته في منتهى الجمال. مقادير سهله جدا وبسيطه ومش كتيره يعني. البيض 3 بيضات بس مش اكتر، هتعمل معاكي صينيه مقاس كبير وحلو، هنشوفها مع بعض في نهايه الفيديو. امشي معايا بالمقادير والتركات مظبوطه. طيب هنعمل ايه معانا في كيكه الشوكولاته؟ مبدئيا قبل ما بشتغل في اي كيكه بشغل معايا فرن بوتاجاز عشان يسخن كويس. قبل ما اشتغل فيه بشغل درجة الحرارة بتاعة الفرن على 180 لحد لما يسخن معايا كويس، وبعد كده بهدي النار. قبل ما بدخل معايا الكيكة بخليها على 160 على حسب الفرن اللي معاكي، تكون النار هادية معانا. اول حاجة مبدئيا معايا شفشق الخلاط، هنزل فيه بالبيض وعليه الفانيليا وعليه الملح وعليه الخل، وهديهم خلطة كويسة الاول. بعد كده هبدأ انزل معايا بالمادة الدهنية بكوبايتين الزيت واديهم خلطة كويسة. بعد كده هنزل معايا بالسكر برضو، وكل مرحلة بضيف فيها اضافة. بضرب الاول خلطه كده في الخلاط علشان السوائل اللي معايا وكل المكونات اللي معايا تتجانس كويس وتدي هشاشه معايا في الكيكه. بعد كده بنزل معايا بعلبه الزبادي، بضربها برضو خليط كويس، وبعد كده بزود شويه كده من اللبن الحليب لحد ما اوصل بقى للقوام السائل اللي انا محتاجاه. ما تزوديش كل كميه الحليب لحد لما تحط الاول الدقيق والمكونات الجافه، وتشوفي لو احتاج معاكي هتضيفي كمان شويه من الحليب، محتاجش او ميه مش شرط حليب، علشان خاطر ما تزوديش الكميه وتبقى معاكي الكيكه سايله. معايا كده 5 كوبايات من الدقيق، نخلهم قبل كده مره وبعيد تاني نخلهم قبل ما اشتغل فيهم. كل ما بتنخلي الدقيق كويس كل ما بيدي معاكي هشاشه حلوه جدا في الكيكه. بعد كده ببدا ان انا انخل الدقيق معايا شويه، وببدا اضيف على الدقيق المكونات الجافه. هضيف عليه باكوين البيكنج باودر ومعلقه الكيك شيف، وهضيف كمان معايا الكاكاو الخام، وكمان هضيف معايا ربع المعلقه كربوناتو. وبعد كده هبدا انخل كل المكونات دي مع الدقيق كويس لحد لما يعني ينعموا خالص. لو في اي تكتلات معايا في الدقيق بنعمها كويس بايديا. وصفة الكيكة دي وصفة حلوة، اهم حاجة تمشي معانا بالتركات والمقادير مظبوطة وتطلع معاك ان شاء الله حلوة جدا. لا يمكن هتطلع معاك الكيكة معجنة من جوه ولا تطلع معاك ناشفة، تطلع هشة وخفيفة وطعمها في منتهى الجمال. اهم حاجة طعم الكيكة. ممكن تعملي اي كيكة شوكولاتة باي طريقة تانية، ممكن يطلع الطعم الشكل حلو لكن الطعم مش مميز قوي، لكن الزبادي في الكيكة بتدي طعم حلو جدا. وكمان نوع الكاكاو الاسباني من انواع الكاكاو الكويسه جدا اللي هتديكي طعم حلو جدا في كيكه الشوكولاته. بعد كده ببدا اقلب كده كويس بمضرب اليدوي لحد لما بوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بصبها معايا في صينيه مبطناها من قبل كده بزيت ودقيق، وبعد كده بنزل معايا مقدار الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه. ببدا ان انا اطلع منها الفراغات والهواء ده، بخبطها كده خبطتين معايا في الرخامه، وبعد كده بدخلها معايا في الفرن في الرف الاوسط. بهدي النار من تحت على اقل درجه لو مش فرن بوتاجاز. لو فرن بوتاجاز تقدري تتحكمي في درجات الفرن، هتعمليها على درجه حراره 160 لحد لما ترتفع معاكي. وبعد كده ممكن تشغلي الوش
او الشوايه من فوق هتديكي هتدي لون للوش بتاع الكيكه. لو كده ممكن الفرن بتاعك سخونيه الفرن هي اللي تدي اللون، مش هتحتاجي تشغلي الشوايه معانا. بعد ما بتستوي معانا طلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، بتسيبيها لما تبرد شويه وبعد كده بتقطعيها. ما بتطلعيش الكيكه مره واحده كده من الفرن قبل ما تفتحي عليها، لازم تدخلي يعني تفتحي الفرن باب الفرن سنه بسنه بسيطه علشان يدخل معاكي الهواء، يبدا ان هو الهواء اللي بره البارد ما يدخلش على الكيكه على طول ويهبطها. امشي معايا بالمقادير وان شاء الله المقادير هتعجبكم، وصفه سهله وطعمها في منتهى الجمال، جربيها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. ويا ريت تدخلوا في القناه وتتفرجوا على فيديوهات كتيره للكيكات والتورت، هتلاقوها موجوده معايا على القناه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.